السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة 5 عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الدرس التمهيدي للوحدة الثالثة اللي بتتكلم عن الحضارة الفرعونية، العصور التاريخية. هناخد نبذة كده عن العصور التاريخية اللي موجودة عندنا في مصر، يعني هنمر عليها كل العصور كده مع بعض. ده اسمه بنسميه عندنا الدرس التمهيدي، عشان الوحدة كلها هتبقى بتتكلم عن الحضارة الفرعونية، ودي اكتر حاجة هنركز عليها. تعالى نبدأ مثلا بسؤال عندنا بيقول: هل تعلم إن الدول والحضارات أعمار؟ هل فكرت قبل كده في عمر مصر؟ يعني مصر دي بقالها قد إيه؟ تعرف كم سنة بيمتد التاريخ المصري؟ دي كلها أسئلة. تمام. بيقول لك إن العالم ما كانش زي ما احنا شايفينه دلوقتي. ما كانش هنا فيه كهرباء ولا عربيات ولا هواتف موبايلات، وكان الإنسان بيعيش حياة بسيطة جدا جدا جدا. كانت حياة المصري القديم أو المصري اللي نزل المصري القديم من الهضبة، نزل الوادي، بدأ يتعلم، يكتشف أشياء جديدة. بدأ مثلا يبني بيوت، يزرع الأرض، يخترع أدوات. دي كانت البداية بتاعت المصري القديم لحد ما وصل للحياة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. طبعا تقدم وتطور مختلف جدا. تعالوا نشوف أول عصور عندنا اسمها العصور التاريخية اللي عاشتها مصر. كلمة عصور تاريخية يعني الفترة اللي كان بيعيش فيها الإنسان، وبدأت يعني حياته يحصل فيها تغيرات كبيرة، وبدأت بعد ما الإنسان عرف الكتابة. يبقى العصور التاريخية بتبدأ لما الإنسان عرف الإيه؟ عرف الكتابة. مصر من أقدم الحضارات اللي موجودة في العالم، تاريخها يعني موجود من آلاف السنين. الأرض اللي احنا بنمشي عليها، الأقصر، الشرقية، أي جزء في مصر، كل الأماكن دي موجودة من آلاف السنين. طبعا مر التاريخ بمصر بمجموعة من العصور التاريخية هنقولها مع بعض دلوقتي. أول عصر عندي مثلا العصر القديم، البداية بتاعته لما الإنسان بدأ يعرف الكتابة، بدأ يعمل الوحدة التاريخية اللي عملها الملك مينا، إن مصر كلها تبقى دولة واحدة. طبعا معرفة الكتابة الهيروغليفية. الحاجات اللي كانت مشهورة بيها الحضارة، بناء طبعا الأهرامات والعلوم المزدهرة اللي موجودة عندنا. العصر اليوناني والبطلمي اللي بيبدأ سنة 332 قبل الميلاد. طبعا بدأ بسيطرة الملك الإسكندر الأكبر على مصر. أهم الحاجات بتاعة العصر اليوناني والبطلمي في مصر كان طبعا بناء مدينة اسكندرية. العصر الروماني اللي بيبدأ سنة 30 قبل الميلاد. العصر ده بيبدأ بدخول الرومان لمصر، وبدأت بقى الفترة القبطية اللي هي بدأت بدخول المسيحية مصر في نص القرن الأول الميلادي. أهم المميزات بتاعة العصر ده إن ظهر الفن القبطي بالزخارف الجميلة بتاعته. العصر الرابع عندنا العصر الإسلامي اللي بيبدأ سنة 641 ميلاديا، لما طبعا القائد العربي عمرو بن العاص دخل مصر أو فتح مصر ودخل فيها الإسلام. فدي بتبدأ فترة جديدة اسمها العصر الإيه؟ العصر الإسلامي. وأهم السمات بتاعتها إن هو بناء طبعا الجامع الأزهر ونشر العلم. خامس عصر عندي اللي هو العصر الحديث. طبعا مشهور العصر الحديث سنة 1805 بوجود محمد علي حاكم على مصر. ومن أهم السمات الحضارية اللي موجودة في العصر ده طبعا عندنا ظهور المدارس والنهضة العمرانية والاقتصادية. آخر حاجة عندنا خالص التاريخ المعاصر. وكلمة معاصر يعني التاريخ اللي احنا بنعيشه حاليا، اللي هو بدأ من 1952 يعني بعد ثورة 23 يوليو، ولسه مستمر معانا لحد دلوقتي. وطبعا أهم السمات اللي موجودة في العصر ده المشروعات القومية الكبيرة اللي بدأت عندنا في الفترة دي. هنبدأ مع بعض إن شاء الله في الدرس الأول. بعد كده هنبدأ بأول درس عندنا، طبعا كله بيتكلم ونركز على الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة. كده خلص الدرس التمهيدي. اشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.